بنرحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك. أهلا وسهلا. سيادة الرئيس، في الفترة الراهنة حيث بناء الدولة يجب أن نتواجه بكل قوة مع العيوب للقضاء عليها. موضوع اليوم يا فندم هو القضاء المصري، وكانت مفاجأة للبرنامج أن تلقينا اتصالات عديدة في هذا الموضوع. آلاف من القضايا المتراكمة، عدم سرعة البت في القضايا. اسمي علي عبد العظيم علي، أسيوط، مركز صدفة، قرية الدوير. سيادة الرئيس، هناك أفراد كثيرين قد ظلموا ظلما شديدا جراء قانون الطوارئ الظالم الذي يحرم المواطن من أبسط حقوقه في الطعن على الحكم الصادر ضده. لذلك نرجو من سيادتكم النظرة لضحايا قانون الطوارئ الظالم. أحمد عبد الرحمن المسلحي من البساتين. سيادة الرئيس، سألت عدتك سؤال. شاب عنده 28 سنة، عنده عيلين صغيرين، أبوه ضرير اللي هو بيكلمك، وأمه الروماتايد واكل عظمها ونايمة على الفرش ما بتقومش. انظلم من قاضي مصري، أعمل إيه؟ أروح لمين يغيثني؟ معيش أوقف محامي، معيش أعمل حاجة. أعمل إيه يا سيادة الرئيس؟ وأمور كثيرة عديدة. الشعب يسأل ماذا يقول الرئيس؟ بالتأكيد من جرب الظلم يعرفه، وأنا ممن جربوا هذا الظلم، ولا يمكن أن تنام عيني أو تقر نفسي وأنا أشعر أن في مصر مظلوم واحد. شكلت أكثر من لجنة لبحث ملفات المحتجزين على خلفية أحداث الثورة المصرية الخالدة من المعتقلين ومن المحبوسين احتياطيا أو المحبوسين على ذمة قضايا، سواء في القضاء العسكري أو القضاء المدني. وقد تم الإفراج فورا وقبل رمضان عن كل هؤلاء، عن كل المظلومين، حتى الذين كانوا محبوسين قبل ذلك على خلفية قضايا سياسية بظلم، تم الإفراج عنهم أيضا. لن تعود حالة الطوارئ مرة أخرى إلى مصر. المصريون إن شاء الله لا يحتاجون إلى حالة الطوارئ. أعيننا ساهرة من أجل الاستقرار